السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله راجعه لكم بفيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض بوريك الافران. كلنا طبعا بنحبه وبنحب نجيبه جنب كوبايه الشاي كده الصبح. تمام. النهارده هنعمله بطريقه سهله وبسيطه، وان شاء الله المكونات كلها متوفره عندنا في كل بيت. تمام يا بنات؟ تمام. البوريك طبعا بنحشيه بالجبنه الحادقه الناشفه القديمه. طبعا انتي لو بتفضلي اي حشوه تانية اعمليها. يلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف هنعمله ازاي. اول حاجه يا بنات، عندي هنجيب البوله اللي هنشتغل بيها. عندي كوبايه دافيه من الميه، معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الخميره الفوريه. ممكن نشتغل بالخميره الكبيره عادي خالص. معايا كمان ربع كوبايه من الزيت، ربع كوبايه من السمنه. ممكن نشتغل بنص كوبايه كامله زيت، وممكن نشتغل بنص كوبايه كامله سمنه. اللي انت تفضليه اشتغلي بيه، ما تقفيش باي حاجه. معايا كمان معلقه كبيره من الصلصه، معلقه كبيره هرميه من الصلصه. نكون كل المكونات دي كده كلها مع بعضها، وبعد كده بنزل بنص كيلو من الدقيق، عباره عن 3 كوبايات ونص من الدقيق في العجانه، او نعجن بايدينا. تمام. نعجن كل المكونات دي كلها كده مع بعضها. نقول المكونات تاني: كوبايه من الميه الدافيه طبعا عشان احنا في شتاء، معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، ربع كوبايه من الزيت، ربع كوبايه من السمنه. وزي ما قلت لك ممكن تشتغلي زيت كله او سمنه كله براحتك. تمام. 3 كوبايات ونص من الدقيق بمعدل نص كيلو. وبعد كده نعجن العجينه بتاعتنا كويس جدا جدا لحد ما توصلي النتيجه اللي انت شايفاها دي. بعد كده يا بنات نغطي العجينه بتاعتنا لمده نص ساعه، ربع ساعه، حسب ما العجينه بتاعتك تشتغل. تمام. كلام كده واضح. نركن العجينة على جنب، وتعالي نشوف الحشوة اللي احنا هنحشيها للبوريك. بالنسبة للحشوة بنات، زي ما قلت لك عندي جبنة قديمة، بنقول عندنا هنا جبنة قديمة او الجبنة الحادقة الناشفة. تمام. ما ينفعش نستخدم جبنة كريمي، هتسيح مننا في الفرن. خلاص يا بنات؟ تمام. طبعا زي ما قلت لك اي حشوة انت تفضليها احشي بيها. انا هنا حطيت زعتر على الجبنة وبدمجهم كده مع بعض. ويلا بينا نشوف العجينة. هنا العجينة بتاعتي بعد ما اختمرت ده شكلها. بعد كده بنضيع الخمر منها، او زي ما احنا شايفين بنهبطها يعني. تمام. بعد كده بنبدأ نشكلها. طيب ممكن نفرد العجينة قدامنا، وبعد كده بأي قطاعة ونقطع بيها، وممكن نشكلها زي ما انا بشكلها دلوقتي. حجم البوريك حسب ما بتفضليه، صغير وسط كبير، زي ما انتي ما بتحبي. تمام. او زي ما بتفضلي اشتغلي في بيتك، مفيش اي مشكله. انا هنا بقطع البوريك بتاعي زي ما احنا شايفين. الخطوات كلها قدامنا سهله وبسيطه. بعد كده يا بنات، بعد ما قطعنا العجينه بتاعتنا بنسيبها نريح برضو زي دقيقه دقيقتين مش اكتر. لازم كل ما بتقطعي العجين بتريحيه كل فتره. تمام. بعد كده بنجيب اي واحده، اول واحده اشتغلنا بيها، وبعد كده بنحط الجبنه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، زي موضوع القطايف بالظبط. بنقفلها كويس جدا. هنا بقى لازم نقفل العجينه بتاعتنا كويس جدا، علشان الحشوه اللي انت بتحشيها اي حشوه انت هتفضليها ما تخرجش من العجينه. واول واحده زي تاني واحده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. البوريك من الحاجات المشبعه جدا جدا. يعني ممكن تفضليها جنب كوبايه شاي بلبن، كوبايه شاي ساده. بنحطها طبعا في اللانش بوكس مع الاولاد. فمن الحاجات المشبعه قوي. تمام يا بنات؟ تمام. بنشكلها بالشكل احنا شايفينه ده، واهم حاجه ان احنا نسويها يا بنات علشان الشكل يطلع معانا مهندم كده ومنظم. بنفرد العجينه وبنحط الجبنه، وبعد كده بنقفلها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. واهم حاجه زي ما قلت لكم التقفيل. تمام. دول كده اخر 3 وحدات كده نعملهم مع بعض. يعني احنا ممكن نفرد العجين كله قدامنا بالشكل ده، ونحط الحشوه ونقفل مره واحده بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. نحط العجين كله قدامنا ونحط الحشوه مره واحده ونقفل مره واحده. اي تشكيل انت تفضليه اشتغلي بيه.
بعد طبعا ما نحط او نرص العجين بتاعنا في الصاج او في الصواني، بنسيب العجين بتاعنا يختمر لمدة ربع ساعة، وده شكل العجين بتاعنا بعد ما اختمر. عندي هنا بقى معلقة من اللبن، بنحطه كده على وش العجين زي ما احنا شايفين. طيب لو مش متوفر اللبن ممكن نحط مية مع معلقة سكر وندوبهم وندهن بيهم المعجنات بتاعتنا بالشكل ده، تمام، عشان تاخد لون بس في الفرن. بعد كده بقى عندي حبة البركة، لو عندك سمسم ممكن تحطي سمسم، لو مش عايزة تحطي حاجة خالص طبعا مفيش مشكلة، لو انت بتحبيها سادة كده من على الوش. الفرن بتاعي شغال وانا بشتغل. اهم حاجة المعجنات بتاعتنا تدخل على فرن سخن يا بنات، ده اهم خطوة علشان المعجنات بتاعتك ما تنشفش. تمام. وانت بتدهني المعجنات ما تضغطيش ايدك قوي علشان الخمر بتاع العجين ما يهبطش. تمام. هندخل المعجنات بتاعتنا الفرن، وزي ما قلت لك الفرن بتاعنا شغال من قبل ما اشتغل كمان. تمام. دي كده شكل المعجنات بتاعتنا او البوريك بتاعنا في قلب الفرن، شايفين عامل ازاي؟ ما شاء الله. زي ما قلت لك الحجم انت اللي تتحكمي فيه، ممكن تصغري تكبري براحتك. دي كده المعجنات بتاعتنا بعد ما طلعناها من الفرن. خلاص هنبدأ نغطيها بقى علشان تطرى معانا. وده كده شكل البوريك بتاعنا بعد ما استوى، شايفين شكله جميل جدا. بعد كده بقى بنغطيه او ببخاخة مية ونبخ المعجنات بتاعتنا. تمام. ليه بنغطي العجين بتاعنا؟ علشان يضطر كده وما ينشفش مننا. تمام. شايفين الجمال؟ ما شاء الله. نفتح كده واحدة، شايفين قلبه؟ الكاميرا مش موضحاها للاسف، بس هو بسم الله ما شاء الله واضح انه. دي كمية البوريك بتاعتنا من نص كيلو دقيق، من 3 كوبايات ونص او 3 كوبايات دقيق، حاجة كده ما شاء الله. شايفين الجمال؟ ده الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون ضيفة خفيفة على قلبك والقناة تعجبك ومحتواه يعجبك. اهم حاجة لو الفيديو بتاعي عجبك ما تنسينيش بدعوة حلوة ولايك واشتراك للقناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.